تقول والدته ماريا: عندما كان أندريس طفلا كان يحمل دائما الكرة معه فهي لا تفارقه. كان يداعب الكرة في الشارع لدرجة أن الرجال الجالسون في الخارج يقاطعون لعبة الورق ويشاهدونه. كان واضحا للجميع أنه سيكون له شأن كبير في المستقبل. في سن 12 انتقل إلى لاماسيا مدرسة برشلونة، وفي يوم من الأيام شاهده بيب غوارديولا الذي كان لاعبا في الفريق الأول وهو مذهول. هذا أقوى لاعب شاب شاهدته في برشلونة على الإطلاق. يقول عنه تشافي: في عام 1999 نظم برشلونة كأس نايكي الممتاز، وصل فريق الشباب إلى النهائي، كنت في المدرجات مع بعض الأصدقاء، فاز بها برشلونة بهدف مقابل لا شيء. هذا الهدف سجله أندريس في الوقت الإضافي. كانت تلك أول مرة أشاهده فيها، ولا زلت أتذكر ذلك الهدف كما لو كان هدف كأس العالم في عام 2010. كان هو أفضل لاعب في البطولة. عندما منحه غوارديولا الجائزة قال له: عندما أتوقف عن اللعب سأجلس هناك في المدرجات أشاهدك وأنت تلعب. ثم التفت إلي وهو يبتسم وقال: ستأخذ مكاني لكنه سيأخذ مكانك. يكمل تشافي كلامه فيقول: من ناحية أخرى ليس من قبيل المصادفة أن يصبح المرء قائدا لفريق مثل برشلونة. في رأيي هو أكثر لاعب كرة قدم إسباني موهبة في كل العصور. إنه لاعب متكامل، لكنه قبل كل شيء هو شخص رائع وله قلب كبير. إنه رائع في كل شيء، فقط انظر كيف يعامل الناس. إنه قائد بالفطرة، مثال في غرفة خلع الملابس وعلى أرض الملعب. وفي الختام لا يسع المرء إلا أن يتذكر كلام الظاهرة رونالدو، يقول عنه: يعجبني كثيرا، إنه أفضل لاعب إسباني في التاريخ، ولا أتذكر أنني رأيت لاعبا مثله. في نظري كان يستحق الكرة الذهبية، لكنه لم يكن بحاجة إليها لنقول عليه لاعب عظيم. اللاعب الوحيد الذي حصل على لقب رجل المباراة في نهائي كأس العالم وفي نهائي اليورو وفي نهائي دوري أبطال أوروبا، أندريس إنيستا، أسطورة إسبانية لن تكرر عبر التاريخ.